الإعلان كان بسيط: دوام ليلي، مصنع دمى محشوة، وراتب مغري. أنا قلت شنو أسوأ شيء ممكن يصير؟ أول ليلة وصلت المصنع بعد الساعة 12 بالليل، لأن الدوام هناك يبدأ بهذا الوقت. المكان هادي زيادة عن اللزوم، ريحة قطن قديم وضحك أطفال خفيف، مع أن المكان فاضي. اللي وظفني أعطاني 3 تعليمات بس، كل وحدة أغرب من الثانية. لا تفتح أي دمية بعد الساعة 3. إذا سمعت الدمى تضحك لا تلتفت، ولا ترد إذا سمعت أحد يناديك باسمك. بالبداية ضحكت، قلت يا حليلة دمه خفيف، وأكيد قصده يمزح معاي ويبي يخفف علي من ضغط أول يوم دوام بمكان جديد. لين صارت الساعة 3 إلا 5، الإضاءة اللي أصلاً كانت حيل خفيفة صارت ترجف، وكل ما مشيت شوي أسمع وراي صوت قطن ينضغط، كأن أحد يمشي معاي. الدمى بلشت تتحرك شوي شوي، عيونها تغير شكلها، وواحدة منهم كانت مو موجودة قبل شوي. وقبل ما أستوعب، كل الدمى كانت موجهة عيونها علي. وفجأة سمعت صوت وراي: تأخرت علينا. لفيت، لقيت دمية محشوة بحجمي، حلجها مخيط وعيونها مفتوحة زيادة عن اللزوم، وبطاقة معلقة برقبتها، اسمي وتاريخ توظيفي من سنة 1998.